السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة الإبداع للشروحات المحاسبية، دائما معكم أحمد علي من القناة. إن شاء الله هنبدأ نكمل في الحلقة ديت سياسة التأكد اللي هي الخاصة بالشراء في حالة تقلب الأسعار. تمام. طبعا لو أنت لسه أول مرة بتشوف الفيديو، طبعا بتدخل على قوائم التشغيل، بتنتظر لحظات لحد ما تفتح، بتلاقي قائمة تشغيل اسمها إدارة المواد، بتلاقي عليها الفيديوهات اللي احنا بدأنا نشرح من خلالها. طبعا ما تنساش تشارك الفيديوهات لكل الناس على الجروبات الخاصة بالدفعة، وما تنساش تشترك في القناة، وطبعا انضموا للجروب الخاص بالقناة. طبعا الرابط المختصر على القناة هوت، أو ننزل لكم رابط المختصر أسفل الفيديو. يلا بقى نبدأ نكمل المثال. يا ريت الناس تركز معانا جامد يا جماعة، عشان تقلب الأسعار يعني بالنسبة لسياسة التأكد ده يعني من الآخر ضرب نار. يعني الناس هنشوف حاجات كتير ومواهب كتير في الموضوع. أول حاجة بس عشان نشوف الدنيا ماشية إزاي، أول حاجة هنشوف مدة الفحص. طبعا مدة الفحص عندنا كام؟ 5 أسابيع. طبعا يعني أنت هتشتغل 5 أسابيع، يعني الفترة عندك اللي هتقارن على أساسها هي 5 أسابيع. يبقى نركز مع بعض، الفترة اللي هنقارن على أساسها في الأسعار هي كام؟ هي 5 أسابيع. حسب بقى باختلاف المسألة، شوف هي كام أسبوع حسب المسألة اللي هتيجي في الامتحان، بس هنا على أساس المسألة ديت 5 أسابيع. الطاقة التخزينية القصوى، أول حاجة هنجيب حاجة اسمها الطاقة التخزينية القصوى. هتساوي الطاقة التخزينية القصوى. يلا كده نشوف مع بعض. هنضرب 500 طن في 5 أسابيع. الطاقة التخزينية القصوى يا جماعة هتساوي إيه؟ 500 طن في 5 أسابيع. 500 في 5 هيدينا 2000 ونص. دي اسمها الإيه؟ الطاقة القصوى. قبل ما نشوف موضوع الطاقة القصوى حابين ندي حبة حاجات. طيب هنبدأ نكتب العناصر بتاعتنا. الأسبوع، رصيد افتتاحي، هنا السعر، هنا الكمية، هنا الإجمالي، يعني الإجمالي حاصل ضرب السعر في الكمية في حالة الشراء. هنا رصيد افتتاحي. تمام. هنبدأ كده نشوف الدنيا مع بعض ماشية ازاي. يا ريت الناس تركز معانا عشان ما تتوهش. هنبدأ نشوف الأسئلة اللي احنا هنبدأ نسألها لنفسنا، بس الحاجات دي في دماغنا. أما نيجي عند كل حالة من دول هنسأل نفسنا 3 أسئلة. أول حاجة، هل السعر أقل الأسعار؟ لو خلال مدة الفحص، يعني اللي هي 5 أسابيع اللي احنا بالفترة اللي احنا بنقارن على أساسها. لو نعم هنكمل الرصيد المخزون للحد الأقصى اللي هو كام؟ اللي هو 2000 ونص، يعني هنشتري. تمام؟ فطبعا هنشوفه مع الأسئلة. طيب لو هتسأل سؤال تاني، لو لأ طبعا، لو نعم خلاص هنشتري، لو لأ هنسأل سؤال تاني، هل السعر هو أقل من الأسعار اللي بعده؟ لو نعم اشتري، لو نعم اشتري. تمام. بس ايه لو في المخزون، لو المخزون صفر او الاسابيع غالية. تمام. نشوف مع بعض تاني. لو هتسأل السؤال التاني اللي هو لأ بتاعت الإجابة للسؤال الأول، هتشوف هل السعر أقل من الأسعار اللي بعده. السعر لو أقل من الأسعار اللي بعده خلاص هنشتري. طيب لو كان المخزون صفر أو الأسابيع غالية، لو المخزون صفر أو الأسابيع غالية بنشتري يا جماعة، حتى لو في حالة هو سعره غالي. تمام. طيب هنسأل السؤال الثالث، هل الرصيد المخزون يكفي للاستمرار دون شراء؟ لو الرصيد بتاع المخزون يكفي للاستمرار دون شراء خلاص ما نشتريش. لو نعم ما نشتريش. لو لا طبعا لازم تشتري عشان يكون عندك مخزون. تمام.
يلا نبدأ كده. هنبدأ النظام هيكون ماشي ازاي يا جماعة معانا في الحل. هنشتغل 5 أسابيع ب5 أسابيع. يعني ايه؟ يعني لو خدنا الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هنشتغل بيهم. خلصت الأول هبدأ أخد الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. يعني لازم الفترة معايا اللي بقارن بيها تكون 5 أسابيع. الناس تركز، الفترة اللي بنقارن بيها 5 أسابيع. تمام؟ هنبدأ نكتب واحد هنبدأ نكتب الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، الأسبوع الرابع، الأسبوع الخامس. وهبدأ أشتغل أول حاجة مع أول 5 أسابيع. تمام؟ هبدأ أشوف كده. هرجع الأول الأسابيع، هكتب الأسعار، أسعار الأسابيع الأول. تمام؟ هبدأ أشوف أسعار الأسبوع الأول 105، الأسبوع الثاني 110، الأسبوع الثالث 145، وأبدأ أنقل كده كل أرقام الأسعار بتاعة الأسابيع. تمام؟ هتنقلها الأول كاملة كده. يلا 105 أول 5 أسابيع بس. الأول نشتغل 5 أسابيع ب5 أسابيع. 105 110 145. الأسبوع الرابع معانا 130. الأسبوع الخامس معانا 124. هنبدأ نسأل نفسنا ال3 أسئلة اللي احنا بنسألهم دايما. طبعا هنا رصيد افتتاح يا جماعة 0، لأن انت هنا في أول أسبوع، فانت بيكون الرصيد الافتتاحي معاك 0. تمام؟ هنبدأ نشوف احنا هنشتري كام. طبعا في أول ما يكون معاك الرصيد 0 لازم تشتري حسب أي سعر معاك. لازم تشتري طول ما الرصيد الافتتاحي 0. هتشتري ايه؟ هتشتري الطاقة القصوى اللي هي 2500 طن. يبقى نكتب 2500. تمام؟ طبعا احنا أول خطوة بنبص لها بنشوف الأسعار. أقل سعر مين؟ 105. تمام؟ اشتري في الحالة ديت. طيب حتى لو في برضو رصيد، أيوة حتى لو في رصيد وده أقل سعر عندك بالنسبة لل5 أسعار لازم تشتري. تمام؟ حتى لو الرصيد في رصيد. هنبدأ نشوف، نمسك الآلة الحاسبة بتاعتنا ونضرب 105 في 2500 هيدينا 26,262,500. تمام؟ رصيد الإقفال. يلا كده نشوف بقى رصيد الإقفال النظام هيكون فيه ماشي إزاي لأول أسبوع. مش أنا في اللي قال لك في المطلوب تحتاج منشأ أسبوعيا إلى 500 طن، يبقى الاستخدام بتاعي بستخدم كم طن أسبوعيا؟ 500 طن. تمام؟ يبقى اطرح 2500 من 500 هيديك 2000. تمام كده؟ عملنا أول أسبوع. تمام. هاجي على الأسبوع الثاني. أول ما أجي على الأسبوع الثاني على طول أول خطوة بعملها أشوف أنا ماشي كام أسبوع. كده أسبوع الثاني الثالث الرابع الخامس. لازم يكون الأسبوع الخامس معانا، اللي هو إيه؟ بيكون الخامس بالنسبة للترتيب، مش الخامس يا جماعة اللي هو رقم 5، بيكون الأسبوع الخامس بالنسبة للترتيب. طيب كان سعره كان كام الأسبوع الخامس في المجموعة اللي هي ديت؟ كان سعر 115. هبدأ أقارن. طيب أول حاجة الأسبوع الثاني الرصيد الافتتاحي بتاعه هو رصيد الإقفال للأسبوع الأول. يعني رصيد الإقفال كان كام؟ 2000 في الأسبوع الأول. يبقى رصيد الافتتاح للأسبوع الثاني كام؟ 2000 برضه. تمام؟ هبدأ أقارن بالنسبة للفترة اللي هي مكونة من 5 أسابيع. يلا نشوف كده. السعر 110 145. هسأل نفسي السؤال الأول، هل السعر أقل سعر خلال مدة الفحص؟ نعم هو أقل سعر اللي هو 110. إذا أشتري وأنا مغمض على طول. أشتري كام؟ أشتري المتمم ل2500. أطرح 2500 من 2000، أطرح الطاقة القصوى اللي هي 2500
من الرصيد اللي عندي أيا كان الرصيد هيديني الكمية اللي أنا المفروض أشتريها. يلا نطرح كده 2000 ونص من 2000 يبقى 500 طن. تمام. يلا بقى نجيب الإجمالي. الإجمالي هيكون ماشي عندنا إزاي؟ هنضرب 110 في 500 هتدينا كام؟ هتدينا 55,000. تمام. طيب رصيد الإقفال يا جماعة ماشي إزاي؟ مش إحنا بنستخدم 500 طن أسبوعيا؟ يبقى النظام هيكون ماشي معانا إزاي؟ هنبدأ نجمع 2000 على 500 أدي كده 2000 ونص. كان عندي مخزون من الأسبوع اللي فات 2000 واشتريت 500 يبقى أنا كده عندي كام؟ 2000 ونص. يلا كده بقى إحنا استخدمنا كام؟ استخدمنا 500 يبقى 2000 ونص الكمية اللي عندي هنطرح منها 500 اللي أنا استخدمتهم يبقى هيتفضل عندي 2000. تمام. تمام كده خلصنا الأسبوع الثاني. طيب احنا الفترة عندنا احنا قلنا الفترة عندنا شغالة كام؟ 5 أسابيع. أنا كده هو عندي 1 2 3 4 لازم أضيف الخامس يبقى أجيب الأسبوع الكام؟ الأسبوع السابع. تمام. وأبدأ أشتغل مع الفترة اللي هي كام؟ 3 و4 و5 و6 و7. نكون مركزين بس يا جماعة اللي احنا خلصناه ما بناخدوش تاني ما بنبصلوش. تمام. بنرميه ورا ظهرنا. سعر الأسبوع السابع كان كام؟ كان 140. يلا نبدأ نشغل المقارنة نشوف هل في رقم 3 هل هنسأل نفسنا أول سؤال هل السعر هنا اللي هو 145 أقل سعر خلال مدة الفحص؟ لا، نسينا حاجة يا جماعة. الرصيد الإقفال هو رصيد الافتتاح للأسبوع القادم يبقى 2000. تمام. هنشوف كده هل هنبدأ نسأل أول سؤال هل 145 هي أقل سعر في الفترة ديت؟ لا طبعا، ده ال 145 هي أعلى سعر خلال الفترة، هي من أعلى الأسعار إن لم تكن أعلاهم يعني. أبدأ أسأل نفس السؤال الثاني هل السعر اللي هو ال 145 أقل من الذي يليه؟ لا مش أقل من الذي يليه. هسأل السؤال الثالث هل رصيد المخزون اللي هو رصيد الافتتاحي يكفي للاستمرار في الإنتاج بدون شراء؟ نعم، عندي 2000 وأنا بستخدم في الأسبوع 500 يبقى في الحالة ديت مش هشتري يبقى هعمل شرطة. والرصيد بقى كام رصيد الإقفال؟ يلا نشوف كده مع بعض. أنا بستخدم في الأسبوع كام؟ 500 يبقى نطرح 2000 من 500 هيدينا 1000 ونص. تمام كده يبقى رصيد الإقفال عندي للأسبوع الثالث هو 1000 ونص. تلقائي هاخد 1000 ونص كرصيد إقفال في الأسبوع رقم 3 وهبدأ بيه كرصيد افتتاح في الأسبوع رقم 4 يبقى 1000 ونص. وتلقائي برضه زي ما احنا متعودين بعد ما نعمل الترحيل بنضيف الأسبوع عشان نشوف الفترة. احنا بنشتغل على 5 فترات يبقى الأسبوع الثامن. نشوف كده الأسبوع الثامن كان السعر بتاعه كام؟ نرجع ورا في المثال. طبعا يا ريت الناس تعمل سكرين للحتة ديت عشان تبدأ ترجع للأسعار. تمام يا جماعة. طبعا عندي الأسعار مكتوبة معايا في ورقة فمظبط الدنيا يعني عشان نشوف الدنيا ماشية ازاي. الأسبوع الثامن السعر فيه كان كام؟ كان 102. مفيش أي مشكلة. هبدأ أقارن الأساس اللي هو دول الفترة ديت اللي هي 4 و5 و6 و7 و8. ليه بقارن 5؟ لأن هو قال لي مدة الفحص 5 يعني أنا بشتغل على فحص بفحص ال5 أسابيع مع بعض. هشوف هسأل نفسي أول سؤال أول سؤال كنا بنقول فيه إيه؟ يلا هل السعر اللي هو 130 هو أقل سعر في الفترة بتاعته؟ مش أقل سعر لأ. طيب السؤال الثاني هل السعر اللي هو 130 أقل من الأسعار اللي بعده؟ لأ برضه. طيب السؤال الثالث اللي بسأله لنفسي هل المخزون يكفيني إنه يشغلني
لمدة خلال الأسبوع اللي أنا شغال فيه. نعم الرصيد هنا بيكفيني في 1500 وأنا بستخدم في الأسبوع 500، يبقى بالفعل هيكفيني، يبقى مش هشتري في الأسبوع ديت ولا هشتري. يبقى 1500 أطرح منها 500 اللي أنا استخدمتهم، هيتفضل لي رصيد 1000 طن. تلقائي على طول بناخد الرصيد الإقفال بنعمله رصيد افتتاح للأسبوع اللي بعده. يبقى الأسبوع اللي بعده كان كام؟ 1000 طن. وتلقائي برضو بنعمل الأسبوع التاسع اللي هو اللي بعد آخر أسبوع أنا شغال، آخر أسبوع في الفترة. هنشوف مع بعض الأسبوع التاسع كان السعر بتاعه كام؟ كان 100. تمام؟ يبقى احنا كده يا جماعة عندنا الفترة 5 و6 و7 و8 و9. تمام؟ هنبدأ كده نشوف الدنيا ماشية ازاي. نفس الكلام، أول سؤال، هل السعر أقل الأسعار؟ لا، السعر مش أقل الأسعار. طيب السؤال الثاني، هل المخزون أو الأسابيع اللي بعديه أغلى منه؟ ده بالعكس، ده تحتيه أقل منه وعندي مخزون. طيب السؤال الثالث، هل أنت عندك مخزون رصيد افتتاحي خلال الأسبوع يقدر يشغلك خلال الأسبوع؟ أيوة عندي 1000، كده مش هشتري. تمام؟ يبقى مش هشتري وهبدأ أشوف رصيد الإقفال. طبعا زي ما تعودنا احنا خلال الأسبوع بنستخدم 500 طن وأنا عندي رصيد افتتاحي 1000 طن، هيتفضل لي كام رصيد إقفال؟ 500 طن. تلقائي باخد ال 500 طن أجري بيهم على طول على الرصيد الافتتاحي الأسبوع اللي بعديه، يبقى 500 طن. تلقائي برضو بنزل على طول على أزود الأسبوع العاشر. تمام؟ ليه بزود؟ عشان لو الناس سرحت مننا، طبعا بنعمل ايه؟ بنشتغل على 5 فترات، فالفترة اللي احنا بنتخطاها لازم نجيب الأسبوع اللي بعديه يعوض مكانها. تمام؟ الأسبوع العاشر كان السعر بتاعه كان كام؟ كان 113. هبدأ أقارن الدنيا معايا ماشية ازاي. هنبدأ نشوف، يلا. هل 115 هي أقل سعر عندي في الفترة اللي هي ديت؟ يلا نشوف معايا. 115 140 102 100 113. طبعا 115 كده مش أقل سعر، بس هي سعر مخفض عن الأسعار التانية، بس أنا معايا 100. تمام؟ كده السعر اللي بعد ال 115 سعر غالي. تمام؟ فاحنا قلنا ايه؟ بنسأل نفسنا السؤال الأول، هل هي أقل أسعار؟ لا، مش أقل أسعار. السؤال الثاني، هل السعر أقل من السعر اللي بعده؟ أيوة السعر أقل من السعر اللي بعده. كده في حالة السعر أقل من السعر اللي بعده بنشتري، بس بنشتري إيه؟ بنشتري، طبعا دي اسمها حتة بتاعت الأسابيع الغالية، بنشتري اللي يكفي الأسبوع القادم فقط. بنشتري اللي يكفي الأسبوع القادم فقط. يعني هنشتري كام؟ هنشتري 500 طن. 500، يلا نضرب 115 في 500 هيدونا 57500. تمام؟ رصيد عندي كام؟ طبعا أنا كان عندي رصيد افتتاحي 500 واشتريت 500. كان عندي رصيد افتتاحي 500 وكمية اشتريتها 500، ده كده معايا 1000. هستخدم من 1500 للأسبوع السادس، هيتفضل معايا 500 للأسبوع اللي هو السعر الغالي. يبقى رصيد الافتتاحي بتاع الأسبوع السابع كام؟ 500 جنيه. وابدأ تلقائي أزود الأسبوع رقم 11. الحتة دي يا جماعة مهمة بتاعت الأسعار الغالية، يا ريت الناس تاخد بالها من الأسبوع ال11. هشوف بقى إيه كان سعر الأسبوع 11 كام؟ كان 125. جميل خالص. هبدأ أقارن الفترة الخمس فترات. تمام؟ ال5 فترات دول النظام فيهم ماشي إزاي؟ هبدأ أشوف هل 140 أقل سعر؟ ده 140 مش أقل سعر، ده 140 هنا رقم كبير عن اللي تحتيه. طيب إذن أشوف عندي مخزون يكفيني الأسبوع السابع
عندي مخزون ان عندي 500 طن يشغلوني حسب الاحتياجات بتاعتي. اذا كده انا مش هشتري ليه؟ لان السعر غالي وانا عندي اللي يكفيني خلال الاسبوع. يبقى مش هنشتري، يبقى المخزون عندنا بصفر. كان عندي 500 رصيد افتتاحي، استخدمت 500 خلال اسبوع، رصيد الاقفال عندي هيبقى كام؟ هيبقى صفر. نبدأ ندخل يلا على الاسبوع الثامن. هشتغل على الاسبوع الثامن. يلا تلقائي اهوت بنخش بنضيف 8 9 10 11، نضيف الاسبوع ال 12. الاسبوع ال 12 كان كام؟ كان بمبلغ الطن فيه كان ب 131. يلا هنبدأ نعمل مقارنة ونسأل الثلاث أسئلة اللي احنا بنسألهم دايما في كل سؤال. يلا نشوف. طبعا احنا كان عندنا كام في الأسبوع الثامن؟ كان عندي رصيد إقفال صفر، إذا رصيد الافتتاح عندي ما عنديش. يعني يوم الخميس في الأسبوع رقم 8 في الأسبوع رقم 7 ما كانش عندي أي مخزون من الأطنان. جيت يوم السبت الأسبوع الثامن عايز أشوف أنا عندي كم شوال أو كم طن، ما لقيتش عندي أي مخزون خالص. يبقى رصيد الافتتاحي للأسبوع الثامن كام؟ صفر. تمام كده؟ تمام. هبدأ أسأل نفسي الأسئلة. أظل أشوف كده الأول، هل إحنا الأسبوع الثامن، هل 102 هو أقل سعر؟ لا طبعا. نشوف كده الأسعار عندي، ده أنا ما عندي 100، هو كده هو مش أقل سعر. طيب هل المخزون عندي صفر؟ طبعا صفر. إذا في الحالة ديت أشتري حتى لو بأغلى الأسعار. طول ما المخزون عندي صفر أشتري حتى لو بأغلى الأسعار. تمام يا جماعة؟ يبقى هشتري كام؟ هشتري الطاقة القصوى. هشتري الطاقة القصوى اللي هي 2500 طن. يبقى اشتري كام؟ 2500 طن. طول ما المخزون عندي صفر هشتري الطاقة القصوى اللي هي 2500 طن. اللي احنا بنجيبها ازاي؟ بنجيب حاصل ضرب عدد الأسابيع بتاعة الفحص في عدد الأطنان اللي بستخدمها كل أسبوع، هيديك 2500. إذن فهو الطاقة القصوى للتخزين. هبدأ أضرب 102 في 2500، هيدينا 51,000. تمام؟ كده احنا في الأسبوع الثامن. أسفين جدا يا جماعة، بس الحتة ديت لخبطتنا بس مع الحتة اللي تحتيها. بص هنشوف كده من الأول مع بعض الأسبوع الثامن لحد ال 12. طيب طبعا هنا ما كانش أقل سعر. تمام؟ هنا ما كانش أقل سعر، بس المخزون كان عند صفر. في حالة إن هو مش أقل سعر، إن في الأسبوع الثامن ما كانش أقل سعر والمخزون كان عند صفر، هشتري خلال الفترة اللي يكفيني الأسبوع بس. يعني هشتري 500 وحدة. تمام؟ هنعيدها للناس تاني. أنا كان عندي المخزون صفر، جميل. هبدأ أشوف أقارن هل هو أقل خلال الأسبوع هقدر أشتري أطنان بأقل سعر في الخمس أسابيع بتوع الفحص؟ لا، مش هقدر أشتري بأقل سعر لأن عندي ب100. تمام؟ إذن خلال أسبوع هشتري بس باللي يكفيني للأسبوع بس، إن هي كام؟ 500 وحدة. هبدأ أضرب 102 في 500 هيديني 51,000. تمام؟ طيب هستخدم ال 500 وحدة اللي أنا اشتريتهم. يبقى أنا عندي رصيد إقفال كام؟ صفر، ما عنديش أي أطنان. طيب الصفر هبدأ بيها في الأسبوع اللي بعده، يبقى صفر ونزود الأسبوع رقم 13. تمام؟ كده نضطر نضيف خانة. هنبدأ نشتغل نشوف الدنيا ماشية ازاي. هنشوف كده. يلا 9 و10 و11 و12 و13.
عند السعر رقم 13 كان ب 130. جميل خالص. هبدأ أقارن الأسعار مع بعض. طبعا كده عندي لأول وهلة إن عندي أقل سعر هو 100، إذا أشتري في الحالة ديت كل الكمية اللي تكفيني. في حالة أقل الأسعار وأنا عندي المخزون صفر أشتري كل الكمية اللي هتكفيني. ما نغلطش الغلطة اللي أنا غلطتها في الحالة في الأسبوع رقم 8. طبعا دي كانت سهل والمثال يعني كله داخل في بعضه، فبنشوف الدنيا ماشية إزاي. في الحالة في الأسبوع التاسع أنا عندي الأسبوع التاسع هو أقل الأسعار هو 100، أما العاشر 113 125 131 130. إذا في حالة أقل الأسعار وأنا عندي المخزون صفر بشتري كل الكمية اللي أنا عايزها. تمام، اشتري 2000 ونص. يلا 1 2 3 4 كده. أنا عندي كام المخزون؟ يلا نشوف بقى الرصيد الإقفال كان كام. رصيد الإقفال بقى كام؟ يلا كده رصيد الإقفال. رصيد الإقفال أنا اشتريت 2000 ونص، استخدمت 500، يبقى اتفضل لي كام؟ اتفضل لي 2000. هاخد ال 2000 مباشرة أحولهم هنا رصيد افتتاح وابدأ أقارن الأسبوع ال 14. تمام، نبدأ بس نزود اللي هي الخانة بتاعت ال 15 عشان لما نشتغل في ال 15. تمام، هنبدأ نقارن كده يا جماعة مع بعض. نجيب الأول سعر ال 14. سعر الأسبوع ال 14 كان كام؟ كان 150. طبعا ده من الجدول يا جماعة، بنجيبه من الجدول. هبدأ أشتغل على الأسبوع العاشر وال 11 وال 12 وال 13 وال 14. عندي أقل سعر 113، خير وبركة، ده شيء جميل خالص إن يكون أقل الأسعار. إذا هشتري وأنا مغمض على طول السعر اللي يكمل لي الطاقة القصوى. يبقى اشتري كام؟ هشتري 500 عشان أكمل الطاقة القصوى اللي هي 2000 ونص. هضرب 500 في 113 هيدينا 56500. أنا هستخدم من 2000 ونص اللي عندي 500، يبقى يتفضل لي كام؟ أو بمعنى أصح ال 500 اللي أنا اشتريتهم هستخدمهم، يبقى اتفضل لي رصيد كام؟ 2000. هاخد ال 2000 تلقائي أحولهم على شهر 11. تمام؟ ال 2000 على طول على شهر 11. هبدأ أقارن برضو، هل ال 125 هي أقل الأسعار؟ هل ال 125 هي أقل الأسعار؟ نعم هي أقل الأسعار. وطبعا بزود 15 واكتب السعر بتاعها. تمام كده يا جماعة. هنبدأ نقارن، هنشوف هل هنا أقل الأسعار؟ نعم. كده في الحالة ديت هشتري اللي يكمل لي الطاقة القصوى. يعني هشتري كام؟ هشتري 500 وحدة. تمام، اضرب لي بقى ال 125 في 500 وحدة 62500. تمام كده يا جماعة. أنا خلال الأسبوع بستخدم كام طن؟ نفوكس الحتة دي كتير يعني عشان الناس تتابع معانا. بس خلال الأسبوع بستخدم 500 طن، يبقى اللي اشتريته خلال الأسبوع استخدمته خلاص. يبقى أنا عندي الرصيد كام؟ الرصيد الإقفال 2000. بما إن رصيد الإقفال 2000 لشهر 11، إذا رصيد الافتتاح لشهر 12 كام؟ 2000 برضه. تمام كده يا جماعة؟ تمام كده يا جماعة. كده احنا معانا 2000. طيب أنا بما إن فترة الفحص عندي 5 أسابيع وأنا ما فضلش عندي غير 4 أسابيع بس، كده أنا مش هشتري خالص. إذا ال 2000 اللي عندي هوزعهم على ال3 أسابيع اللي فاضلين معايا. تمام، يبقى أنا الأسبوع ال 12 مش هشتري ولا ديت هشتري، ولا هشتري ال 13 ولا ال 14 هشتري ولا ال 15. مش هشتري خالص خلال آخر 4 فترات. اللي عامله هوزع ال 2000 على ال4 فترات. هوزعهم ازاي؟ فترة الاستخدام عندي كام؟ بستخدم 500 وحدة، يبقى نطرح ال 2000 من 500 يدينا رصيد الافتتاح 1000 ونص. ال 1000 ونص هطرح منهم الاستخدام برضو 500 يديني 1000. هاخد ال 1000 معايا هنا رصيد افتتاحي،
أطرح منها شغل اللي هو 500، تمام، هيتفضل معايا 500. اخد ال 500 رصيد افتتاح للاسبوع ال 15 واستخدمت 500، يبقى انا كده معايا صفر. طول ما انت الفترة اللي طلعت لك صفر كده انت تطمن ان شغلك مظبوط. وان شاء الله يا ريت الناس تتابع معانا في القناة. انتظرونا في الحلقات الجاية ان شاء الله من إدارة المالية والإحصاء.